عارف انت كده لما تبقى سهران في يوم من الايام وفجأة جالك الفكرة اللي هتغير العالم كله وتقرر تغير من حياتك وتطور نفسك وتحاول تحقق الاهداف اللي كان نفسك تحققها من زمان، ولكن كلنا عارفين اللي بيحصل بعدها باسبوع بس بتلاقي نفسك رجعت زي الاول بدون اي تقدم ولا اي تطور. ولكن انت ما بتيأسش وبتحاول تاني عشان توصل فعلا للشخص الناجح اللي انت عايز تبقى عليه، وبتحاول تاني وبتجرب تاني، ولكن برضه بتلتزم اسبوع وبترجع تاني زي الاول. ولكن دي حاجه كويسه طبعا انك بتحاول وما بتستسلمش، ولكن تغير كبير زي اللي انت بتبقى عايزه مستحيل يحصل في يوم وليله. التغير ده محتاج فتره زمنيه طويله جدا. لو سألت أي شخص ناجح إزاي وصل للي هو فيه دلوقتي مستحيل يقولك إن في يوم خد قرار يغير نفسه وتاني يوم اتغير. أكيد الموضوع خد منه سنين طويلة عشان يقدر يوصل للحاجة دي، ولكن الموضوع ده ليه أسباب كتير بتبرر فشله، ولكن السبب الرئيسي والأهم هي العادات اللي عند الواحد. العادات هي الأفعال والسلوكيات اللي الواحد بيعملها بشكل أوتوماتيكي يوميا، زي مثلا فرش الأسنان. ولكن لو بصينا للموضوع من ناحية تانية هنلاقي إن مفيش أي نجاح أو فشل تم بدون بناء عادات صحية أو عادات سيئة عشان توصل للنتيجة النهائية. فلو ضربنا مثال وقلنا إنك يوميا بتقرأ 10 صفحات في كتاب معين لمدة سنة أو سنتين، تخيل كم المعرفة والثقافة اللي هتكون حصلت عليها بعد السنة أو سنتين دول. وهنا بتكمن قوة العادات، وفعلا ممكن توصل للشخص اللي كنت عايز تبقى عليه وهتحقق الأهداف اللي كنت عايز تحققها. فبناء العادات هي من أحد الأسباب الرئيسية اللي فعلا هتاخدك لقدام وتطورك وتخليك تحقق أهدافك وتوصل للشخص اللي كنت عايز تبقى عليه. ولكن كتير من الناس مش فاهمين المفهوم ده. كل الناس متوقعة انها تاخد قرار في يوم وبعد كده تتغير على طول، ولكن طبعا ده ما بيحصلش. السلام عليكم، انا عبد الرحمن صاحب قناة ركز معايا، بقدم محتوى هادف من خلال الكتب والقصص. ويلا نبدأ. اتوقع انك لسه ما فهمتش اهمية العادات، عشان كده هقول لك نظرية مهمة جدا لازم تكون فاهمها عشان تعرف قد ايه العادات ليها تأثير كبير جدا في حياتنا، وهي نظرية المزرعة. لو قلنا مثلا ان عندك قطعة ارض عايز تزرعها، هل من الطبيعي انك في يوم هتحط البذرة وتسقيها وتاني يوم هتلاقيها طلعت؟ طبعا مستحيل الكلام ده يحصل. اكيد الارض محتاجة اهتمام ورعاية لفترة طويلة جدا عشان بعد كده تحصد نتائج كويسة. ولو كل واحد فينا طبق المفهوم ده في حياته بحيث انه يوميا يحاول يتطور بنسبة صغيرة جدا ويهتم بنفسه ويرعى نفسه عشان بعد كده يحصد نتائج كويسة جدا من نفسه. فلو قلنا مثلا انك قررت انك يوميا هتتطور عن امبارح بنسبة 0.1% بس، واللي هي ممكن تحققها من حفظ صفحة قرآن او من قراءة صفحة في كتاب، ممكن الواحد يستهين بال0.1% دي اللي هيتطور فيها في كل يوم ويقول انها مستحيل تأثر عليا وكده، ولكن الموضوع بعد كده هتظهر نتائجه في الاخر. لو حسبنا انك استمريت على الموضوع ده لمدة سنة كاملة، تخيل كم التطور اللي هتوصله في اخر السنة. بيقدر ان التطور ده هيبقى بنسبة 37% عن السنة اللي قبلها. تخيل قد ايه الفرق ده كبير. لو انت ما كنتش يوميا حاولت تتطور بنسبة صغيرة مستحيل كنت هتوصل للتطور الكبير ده. اثبتت الدراسات ان 95% من الافعال اللي بنعملها يوميا بتكون لا ارادية. عشان كده العادات هي اول واهم حاجة عشان الواحد يبدأ يتطور ولازم يهتم بيها. وطبعا ما ينفعش الواحد يسيب العادات هي اللي تتحكم فيه، لازم هو يتحكم فيها ويبني عادات صحية وكويسة عشان فعلا يقدر يوصل للي هو عايزه. والفكرة ورا ان 95% من الافعال اللي بنعملها يوميا بتكون اوتوماتيكية هي ان مخك عايز يوفر جهد على نفسه. فلو تخيلنا مثلا انك كل ما تيجي تربط الكوتش اعزكم الله هتضطر كل مرة تفكر وتعرف ازاي بتربطه، اما مخك بيسجل الطريقة اللي انت ربطت بيها اول مرة وهيفضل بعد كده يكررها على طول بدون تفكير وجهد من دماغك. وبعد ما وصلنا للمرحلة دي من الفيديو أكيد أنت اهتميت وكنت عايز تعرف إزاي تبني فعلا عادات صحية وتترك عادات سيئة أنت كنت عايز تسيبها. فالفيديو ده ليك عشان فعلا تبدأ تبني عادات صحية وتسيب عادات سيئة وتبقى إنسان أفضل. ولكن خلينا نعرف الأول القصة اللي غيرت علم سلوكيات وأفعال البشر للأبد. كان يا مكان في خريف عام 1933 كان في واحد اسمه أيجين قاعد مع مراته بريفلي على السفرة بيتعشوا. ففي نص الاكل قالت له بريفلي ان ابنهم جاي يزورهم النهارده. بص لها كده بنظره خاليه من التعبيرات وقال لها مين ابننا اللي جاي ده؟ فقالت انه ممكن هو بيهزر وسالته تاني، فبص لها باستغراب برضه وقال لها مين ابننا ده اللي هيجي؟ وفي الحقيقه دي كانت بدايات فقدان الذاكره ونسي ان عنده ابن اصلا. وفي اليوم اللي بعده ساءت حالته جدا وارتفعت حرارته وخدوه للطوارئ عشان يعالجوه. وبعد ما خدوه المستشفى وفضل عندهم لفتره طويله لحد ما بدا فعلا يتعافى وكده، ولكن اكتشف الدكتور بعد كده انه عنده فقدان في الذاكره. وبعد ما استقرت حالته كتبوا له ورقه خروج من المستشفى ورجع البيت وقعد مع مراته، ولكن هو فاقد الذاكره. فبدا دكتور يتابع حالته عشان يقدر يعالجها ويقدر
ويرجع له الذاكرة تاني. بدأ بإنه ينصح بريفلي مرات أيوجين إنها تاخده يوميا في تمشية حوالين المربع السكني اللي هم فيه لمدة 15 دقيقة عشان ده بيساعد إنه يرجع له الذاكرة بتاعته. وبدأت بريفلي فعلا تاخده يتمشى حول المربع السكني كل يوم لمدة ربع ساعة، لحد ما في يوم وأثناء ما بريفلي كانت بتربط الكوتش بتاعها أعزكم الله عشان تخرج هي وأيوجين، فجأة خرج أيوجين من البيت وهي مش شايفاه، فأصابتها نوبة هلع وخوف عشان كانت خايفة إنه يضيع وما يعرفش يرجع للبيت تاني. حتى لو أي حد وقفه في الطريق أو الشرطة وقفته مش هيعرف يشرح لهم مكان البيت. فبدأت بريفلي تجري في الشوارع بتدور على أيوجين وبتخبط على الجيران عشان تعرف لو شافوه ولا لأ، واتصلت بعدها بالشرطة. وقبل ما الشرطة تيجي أيوجين كان رجع للبيت. إيه ده؟ إزاي كده؟ مش أيوجين كان فقد الذاكرة؟ ازاي فعلا عرف يتمشى ويرجع للبيت تاني؟ علما ان اثناء دراسة الدكتور ده على حالة أيوجين اكتشف منه انه ما بيعرفش يحفظ اي معلومة في دماغه لمدة اكتر من دقيقة، لدرجة ان الدكتور كان بيسأل أيوجين في المستشفى انه يشرح له مخرج المستشفى من المكان اللي هم فيه، ولكن أيوجين كان بيفشل يقول له كده. وكان بيدي لأيوجين بعض الارقام عشان أيوجين يقولها له، وبعد مرور دقيقة واحدة بس من حفظ الارقام دي بينساها كلها أيوجين. اتصدمت بريفلي جدا بان أيوجين رجع للبيت تاني، واستغربت وقالت ازاي قدر يرجع رغم انه فاقد الذاكره وما بيحتفظش باي معلومه لاكتر من دقيقه. وده اللي الهم الدكتور عشان يكمل دراساته على أيوجين ويعرف ازاي فعلا قدر يحتفظ على المعلومه وقدر يحفظ الطرق اللي هترجعه للبيت. فبدأ الدكتور يروح لبيت أيوجين عشان يسأله بعض الأسئلة ويكمل دراساته على حالة أيوجين. فكان الدكتور بيقول لأيوجين إنه يشرح له المكان اللي هم قاعدين فيه لحد المطبخ، ولكن الغريب ان أيوجين كان بيقدر يروح للمطبخ لوحده ويقدر ياكل حاجه ويرجع لنفس المكان. حاول الدكتور يغير صيغه السؤال عشان يحصل على نتيجه مختلفه، فسأل فعلا الدكتور أيوجين وقال له لو انت جعان دلوقتي هتعمل ايه؟ راح قايم أيوجين من مكانه وراح لحد المطبخ، فتح الدرج وجاب حاجه كلها ورجع تاني نفس المكان. الدكتور هنا كان في دهشه كبيره جدا، ازاي فعلا أيوجين بيقدر يحفظ الحاجات دي رغم انه فاقد للذاكره؟ فأصر الدكتور لانه يوصل لاجابه ازاي أيوجين بيقدر يخزن المعلومات دي في دماغه. فقعد يدرس اجزاء الدماغ جزء جزء لحد ما يعرف الجزء اللي فعلا بيحتفظ بالحاجات دي. واثناء دراسته لاجزاء المخ وصل لجزء من المخ اسمه العقد القاعديه. العقد القاعديه هي جزء من المخ اللي موجوده في كل واحد عندنا واللي بتحتفظ بالافعال والسلوكيات والاحاسيس اللي بنمر بيها. واخيرا الدكتور وصل لاجابه انه ازاي أيوجين قدر يطلع يلف 10 دقايق حوالين البيت ويرجع تاني للبيت، لان دماغه من كتر ما مر عليه نفس الطرق ونفس الاماكن مخه احتفظ بالموضوع ده في العقد القاعديه وكررها بقى لما تاه أيوجين. وبعد ما الدكتور كثف دراساته على أيوجين عرف ان في 3 عناصر رئيسيه بتخلي أيوجين يقدر فعلا يبني عادات تبان معقده، زي انه يطبخ اكله بنفسه ويستخدم الحمام بنفسه ويقدر فعلا يتمشى حوالين المربع السكني بتاعهم بنفسه. وال3 عناصر دي هي اللي بتكون حلقه العادات، وحلقه العادات هي اللي غيرت فهمنا عن الافعال والسلوكيات عند البشر. واذا الواحد فعلا قدر يفهم حلقه العادات دي ويستخدمها صح هيقدر يبني اي عاده ويقدر يترك اي عاده بسهوله. حلقه العادات بتتكون من 3 عناصر اساسيه: الدليل والفعل الروتيني والمكافاه. اول حاجه الدليل هي الإشارة اللي بتحفز مخك عشان يبدأ يعمل عادة معينة. وكده عرفنا عنك عشان تبدأ أي فعل أو أي عادة لازم يكون ليها دليل أو إشارة يخليك تبدأ العادة دي. فبعد ما مخك بيحصل على إشارة أو دليل يخليه يبدأ الفعل، بيبدأ بعدها الفعل الروتيني. الفعل الروتيني هو الفعل اللي انت اتعودت انك تعمله على طول وبتكرره على طول، يعني ان مخك بعد ما توصل له الاشاره او المحفز بيبدا بعد كده الفعل الروتيني. يعني في مثالها الاول الاشاره هتكون الاذان، والفعل الروتيني هو هيكون تأدية الصلاه نفسها. فاول ما بتعمل عمل معين مخك على طول بيديك شوت دوبامين وهو الاحساس بالسعاده. وبالمثال الاول اللي ذكرناه المحفز هيكون الاذان، والفعل هيكون تأدية الصلاه، والمكافأة هتكون السكينة والشعور بالراحة بعد الصلاة. وبكده تكون اكتملت حلقة العادات اللي فعلا أي حد فينا إذا استخدمها صح هيقدر يبني العادات اللي هو عايزها ويترك العادات اللي هو عايزها. وعشان العلماء يتحققوا من إن حلقة العادات دي صحيحة وبتحصل فعلا عملوها دايما على المخلوق المسكين اللي بيشبهنا داخليا وهو الفار. جابوا فار وعملوا له عملية في دماغه وحطوا فيه شريحة صغيرة في دماغه بترصد النشاط الدماغي اللي بيحصل في دماغه أثناء فعل أفعال معينة، وجابوا متاهة على شكل حرف تي وحطوه في أولها، وأول ما حطوه فيها أطلقوا صوت صفارة، وده يعتبر هو المحفز أو الإشارة أو الدليل. أول ما بدأت الصفارة ارتفع النشاط الدماغي بتاع الفار جدا،
وحطوا في أحد طرفيها قطعة جبنة للفار. بدأ الفار يخدش في حيطان المتاهة وبدأ يشمشم في كل حاجة، وكانت مشيته بطيئة جدا عشان هو مش عارف ايه اللي هو داخل عليه دلوقتي. فدماغه أثناء الفترة دي كان عنده نشاط كبير جدا عشان يقدر يحلل كل حاجة بتمر قدامه. فضل يمشي بخطوات بطيئة 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 لحد ما وصل لأحد أطراف التيه، ولكن الطرف ده ما كانش فيه الجبنة. فضل يكمل نفس الحاجة اللي بيعملها لحد ما وصل للجبنة وحصل على المكافأة بتاعته. العلماء كرروا نفس التجربة دي مئات المرات على نفس الفار، وقعدوا يدرسوا النشاط الدماغي للفار أثناء الفترة دي. وبعد تقريبا 100 تجربة على نفس الفار وجدوا ان النشاط الدماغي اول ما اطلقوا الصفاره في البدايه بيبقى عالي جدا، فده معناه ان الفار بيبقى نبيه وواعي لكل حاجه حواليه في الفتره دي. وبعدها النشاط الدماغي بيقل جدا اثناء الفتره اللي بيروح فيها للجبنه اللي هي المكافاه، وبعد ما بيحصل على المكافاه النشاط الدماغي بيرتفع تاني. وفي اثناء تحليلهم للتجربه دي وجدوا ان اي فعل هتعمله المحفز اول ما يجيلك هيرفع النشاط الدماغي ويدلك على ان الفعل الروتيني لازم تعمله، واثناء الفعل الروتيني بيقل النشاط الدماغي جدا لان دماغك اتعود على الفعل ده. واخيرا لما تحصل على المكافاه النشاط الدماغي بيرتفع جدا وبيخليك عايز تحصل عليها تاني. وبكده دماغنا بيكون اي عادات، بيحصل على الاشاره، بيعمل الفعل الروتيني، وبيحصل على المكافأة في النهاية. فبفهمنا لحلقة العادات دي أي حد فينا هيقدر يبني أي عادة هو عايزها ويترك أي عادة هو عايزها. فبما إننا عارفين إن الإشارة هي اللي بتحفز الفعل الروتيني، فلو مثلا إنك عندك عادة سيئة عايز تتركها، ببساطة إنك تقطع الإشارة اللي بتحفز العادة دي. والعكس تماما، لو عايز تبني عادة إيجابية لازم تخلي الإشارة واضحة قدامك جدا عشان فعلا ده يحفزك للفعل الروتيني اللي انت هتعمله. وفي النهاية بعد حصولك على المكافأة ده هيخليك تستمر على ترك العادة أو تستمر على بناء أي عادة. وأخيرا وصلنا للجزء التطبيقي اللي فعلا لو خدت الخطوات اللي فيه دي وبدأنا فيها هنقدر نبني أي عادة ونترك أي عادة. هنبدأ الأول ببناء العادات. أول حاجة بنعملها هي تحديد العادة المراد بنائها، زي إنك تحط في يومك مثلا إنك هتمشي 5000 خطوة، أو زي مثلا إنك هتضيف 10 دقائق في يومك للتأمل. تاني حاجة إنك تخليها سهلة وعلى شكل خطوات صغيرة عشان ما تتعبش فيها. فلو مثلا قررت إنك عايز تمشي يوميا 5000 خطوة، ما تبدأش على طول من أول يوم إنك تمشي 5000 خطوة، حاول تخليها الأول 1000 وبعدين 2000 وبعدين 3 وبعدين 4 لحد ما توصل لعدد الخطوات اللي أنت عاوز تعملها. وطبعا زي ما قلنا استخدم حلقة العادات في صالحك، وخلي المؤشر أو الدليل دايما يكون في صالحك، فخليه واضح جدا وسهل قدامك عشان على طول أول ما تشوفه تبدأ العادة اللي أنت عايز تعملها. ثالث حاجة إنك تراقب وتسجل الإنجاز اللي أنت بتعمله يوميا، ده هيديك إحساس بالإنجاز وهيديك إحساس بالمكافأة، ودي تقريبا أهم خطوة هتساعدك عشان تستمر في العادة، لأن مخك بعد ما بيحصل على المكافأة هيكون عايز المكافأة تاني فهيخليك تعيد نفس العادة تاني. والنقطة دي مرتبطة بالنقطة اللي قبلها، وهي إنك تكافئ نفسك. كافئ نفسك على طول بعد ما تعمل العادة دي، ولكن أهم حاجة المكافأة ما تكونش خارجة عن شخصيتك. فلو أنت شخص مثلا عايز تبني عادات صحية وعايز تخس، ما تكافئش نفسك بوجبة سريعة من بره، ولكن خليها مكافأة بسيطة زي إنك هتتابع فيلم أو إنك هتعمل حاجة أنت بتحبها. وبكده نكون عرفنا إزاي نبني العادات. هنيجي دلوقتي لجزء تاني واللي هو إزاي نسيب العادات ونتركها. وأول حاجة هنعملها على طول هو استخدام حلقة العادات في الموضوع ده. أول حاجة حدد المؤشر اللي بيدلك على العادة دي، زي مثلا المؤشر اللي بيخليك تاكل أكل من بره. المؤشر ده بيبقى هو الجوع. حاول تشيل الجوع من حياتك، حاول دايما تاكل وتبقى مشبع نفسك عشان ما توصلش لحالة الجوع. أول ما توصل لحالة الجوع وهو المؤشر ده هيخليك تعمل الفعل الروتيني اللي أنت متعود عليه وهو الأكل السريع. تاني حاجة هي إنك تلغي أي معوقات للعادة دي. لو أنت مثلا مدمن قهوة وعايز تسيبها، ما تخليش ابدا في بيتك اي قهوه او اي بن، وحاول تتخلص من اي حاجه لها علاقه بالقهوه عشان حتى لما تقرر انك تعمل قهوه مش هتعرف تعملها، وده هيخليك تستمر على ترك العاده. ثالث حاجه انك تبدل العاده دي. يعني لو انت اتعودت انك تشرب قهوه وعايز تسيبها، اول ما يجيلك الاحساس او الشعور انك عايز تشرب القهوه اشرب مثلا كوبايه ميه، وده كده هيبقى بديل للعاده. ورابع حاجة واللي كتير مننا بيخاف انه يعملها، حاول تقول للناس او اصحابك او عيلتك انك هتترك عادة معينة. ده هيخليك رقيب على نفسك، وهيخليك قبل ما تعمل العادة دي تحس ان في ناس بيتابعوك وفي ناس بيراقبوك، وده اللي هيساعدك تستمر في ترك العادة. واهم حاجة الاستمرار على ترك العادة او بناء العادة لفترة طويلة جدا لحد ما مخك ياخدها نظام حياة. وختاما زي ما قلنا ان مفيش اي تغيير بيحصل في يوم وليلة، التغيير بيبدأ على شكل خطوات صغيرة، ورحلة ال1000 ميل بتبدأ بخطوة واحدة. واهم حاجة نركز على النشاطات الصغيرة اللي بنعملها في يومنا، هي دي اللي لو غيرناها يبقى لها تأثير كبير جدا على حياتنا قدام. ودي ملاحظة هتفيد اي حد فينا اذا كان عايز يبني عادة او يترك عادة، وهي التدوين وتقييم اليوم. في
في اخر اليوم بعد ما تكون حددت عادات تبنيها وعادات تتركها، قيم نفسك على اخر اليوم كم من 10 انك التزمت بالعاده دي او انك تركت عاده معينه. واتمنى يكون عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.